عارفين ايه اكتر حاجة بتعطلنا في حياتنا؟ مش قلة الامكانيات ولا الظروف. اكتر حاجة بتعطلنا هي الخوف من كلام الناس. في كتاب قوة الثقة بالنفس لبراين تريسي في فصل كامل بيغير تفكيرك تماما عن النقطة دي، وبيتكلم عن فكرة انك تكون المتحكم الاول في حياتك. خليني اسألك سؤال: كم مرة كان نفسك تبدأ خطوة جديدة، مشروع أو حتى هواية، وفجأة فرملت عشان قلت لنفسك طب هيقولوا عليا إيه؟ أو شكلي هيبقى وحش قوي لو فشلت. الحقيقة اللي بجد مؤلمة جدا هي إننا بنعيش حياتنا كلها كأننا ممثلين في مسرحية، والجمهور هم الناس اللي حوالينا، فبنفضل طول الوقت بنمثل عشان نعجبهم ونرضي ذوقهم، وبننسى أصلا إحنا كنا عايزين إيه. براين تريسي بيقولك قاعدة ممكن تغير حياتك تغيير جذري. القاعدة هي إن محدش مهتم بيك زي ما أنت فاكر. الناس مش قاعدة فاضية عشان تراقب خطواتك، كل واحد غرقان في مشاكله وهمومه وتفكيره في نفسه. الخوف اللي جواك ده هو بس مجرد وهم أنت اللي خلقته وسقيته لحد ما كبر وبقى سد بينك وبين أحلامك. عشان كده السر في الثقة بالنفس بيبدأ من قانون الاستحقاق. لازم تقتنع من جواك إنك تستحق النجاح، والاستحقاق هنا مش غرور أبدا، لا، الاستحقاق ده عشان انت انسان بتحاول وعندك اصرار وقررت ان مهما كانت الظروف هتوصل. الثقة مش معناها انك داخل وعارف انك هتنجح خلاص بنسبة 100%. الثقة هي انك داخل وعارف انك حتى لو فشلت هتعرف تقوم تاني وتتعلم، وان حكم الناس عليك مش هو اللي بيحدد قيمتك. فكر فيها كده، بعد سنة من دلوقتي هتندم على ايه اكتر؟ انك جربت وفشلت، ولا انك فضلت واقف مكانك عشان كنت خايف من نظرة حد ممكن اصلا ما يكونش واخد باله منك ان انت موجود اصلا؟ ابدأ النهاردة، خد الخطوة اللي انت خايف منها، والبس النضارة اللي بتخليك تشوف نفسك بجد، مش اللي بتشوف بيها نفسك من عيون الناس. عيش حياتك بشروطك انت، لان دي حياتك انت لوحدك. ما تسيبش أزرار حياتك لأي حد أيا كان. أنت المسؤول الأول والأخير عن نفسك. خلي كلامي ليك النهاردة هو لحظة القرار الحاسمة اللي هتكون سبب في تغيير شكل حياتك بالكامل. وبداية من دلوقتي أنت هتعيش بصورتك الجديدة عن نفسك، صورة ذاتية جديدة باستحقاق جديد. استحقاق نابع من الإصرار والمرونة، وإنك بدأت الطريق وهتكمله حتى لو مريت بفشل في الطريق، والفشل هو الوقود الحقيقي للنجاح. كل ما هتمر بفشل انت بتتعلم حاجات جديدة بتدفعك لقدام وبتخليك مختلف ومتميز. وفعلا نتائج اي فشل مريت بيه وتعلمت منه هو وقود كبير بيدفعك للنجاح بطريقة ما مرش بيها ولا هيمر بيها اي حد ما قررش ان هو يخوض التجربة. ابدأ وحاول، واخرج من دور اللي مستني ياخد قيمته من ناس مش شايفينه لدور القائد الأول لرحلة نجاحه. وافتكر إنها هتظبط وإنك هتنجح وهتوصل لما تقرر إنك تنسى الناس وتعافر وتشوف نفسك هناك على قمة جبل النجاح اللي عايز توصله. وافتكر إنه هيحصل لما تصدق إنه هيحصل وتقرر إنه هيحصل. ولو الفيديو ده لمس حاجة جواك شاركني في التعليقات. ايه الخطوة اللي كنت مأجلها عشان خايف من كلام الناس وقررت تاخدها النهاردة؟ أشوفكم في الفيديو الجاي، وخلوا ثقتكم في نفسكم دايما ملهاش حدود. وسلام.